تنظيف اي كمية من الممبار في ثواني بطريقة سهلة جدا، مش هياخد معاكي وقت خالص. الممبار من الاكلات الاساسية في عيد الاضحى، كل عام وانتم بخير. يلا بقى نعمله النهاردة بسهولة، هنشوف هنعمله ازاي. اول حاجة معايا هنا الممبار، نقلبه على الجزء اللي فيه دهنة. هنمسك كده طرف الممبار بسكينة رفيعة او بخشبة او بمعلقة تكون رفيعة، الناحيتين نشبك طرف الممبار وبعد كده نقلبه على الطرف التاني. هتلاقيه اتقلب معاكي بسهولة جدا. بصوا بقى الجلد الدهن اللي جوه ده، لو كتير هنشيل منه، لو قليل هنسيب جزء بس بسيط بيدي تطعيمة للرز. حاولي برضو تقولي اللي انت هتشتري منه ما يحطلكيش دهن كتير، يعني يشيل جزء منه في الدهن عشان برضو بيوزن معاكي. بصوا انا جايباه هنا ما فيهوش دهن كتير، شلت منه شوية صغيرين عشان هو الدهن اللي جواه اصلا قليل. تمام، بعد ما ننضفه بقى من جوه هنرجع نقلبه تاني. لو معرفتوش تقلبوه بمعلقة زي ما انا موريتكم كده او بسكينة رفيعة، هنقلبه بايدينا برضو. دي طريقة ودي طريقة، ان شاء الله في الاتنين مش هياخد معاكي وقت. بس بالمعلقة او بسكينة رفيعة ما يكونش ليها سن، انا قصدي على سكينة الاكل، هيبقى اسهل بكتير معاكي ومش هياخد وقت خالص. اهم حاجة ما تكونش حاجة عريضة عشان ما يتقطعش مننا واحنا بنقلبه. هنقلبه بقى على الوش التاني، نخلي الدهن الجزء اللي فيه دهن من جوه عشان بقى ننضف الجلد من بره بجلدة الانبوبة. هندخل كده طرف الممبار في جلدة الانبوبة وهنشد كده الممبار. هتشوفي دلوقتي، بصوا تنضف في ثواني، ما خدش وقت خالص. اسهل طريقة ممكن تعملي بيها الممبار، مش هياخد معاكي وقت خالص. اي كمية موجودة عندك هتنضفيها. بصوا بقى المية بقت عاملة ازاي. هنغسله بقى دلوقتي. اهم حاجة المية تكون شديدة، انا كان عندي المية في الوقت ده ضعيفة شوية. هنحط بقى طرف الممبار كده في الحنفية. بصوا انا مخلياه سليم زي ما هو. هتشوفوا بقى المية هتبقى عاملة ازاي دلوقتي. بصوا من جوه بقى ننضفه كمان وهو سليم كده من غير تقطيع، هيبقى اسهل معاكي في التنظيف. بعد بقى ما نغسله بالمية كده 3-4 مرات كويس قوي ونتأكد ان هو نضف من بره ومن جوه، هنحط بقى فيه ليمون وملح وشوية مية برضو تاني، ومش هنحط فيه خل. الخل بيخليه ناشف والخلطة تلزق فيه كده ما بتبقاش حلوة خالص، هيبقى صعب معاكي وانتي جاية تحشيه. تمام كده بقى حطينا مية وعصرت كده ليمونتين، حطيت كمان شوية من الملح وهسيبه بقى في المية دي شوية. بعد كده هصفيه، ولو عايزة بقى تشيليه في الفريزر لحد ما تيجي تعمليه